مساء الفل. اهلا بيكم في حلقه جديده من على الكنبه، كنبه سمر. بيقول لك اللي ليه ظهر ما يتضربش على بطنه. يعني ايه؟ يعني اللي مسنود من حد قوي ما يتخافش عليه. طيب لو انت باباك او حد قريبك ساري عربي، هتخاف من الفقر؟ هتخاف من بكره؟ اكيد لا طبعا. طب ازاي انت بتتعامل مع الغني ملك الملوك وخايف وانت بتطلع صدقه؟ الناس اللي فلقانه عايزه اتغير، انا عايزه اتغير. طيب عندك حل التغيير في خطوتين. زي ما مارتن سيليجمان قال، مؤسس علم النفس الإيجابي، إن الإنسان ممكن حياته كلها تتغير في يوم واحد، في وقت واحد، في ثانية واحدة، لو حصل حدث كبير يغير الحاجة دي. طيب أنت عايز تتغير؟ بكرة الحدث الكبير، بكرة إن شاء الله يوم عرفة، يوم التغيير، يوم تحقيق الأحلام. فأنت ممكن تدعي دعوة تغير كل مصير حياتك. لو انت بتخاف وانت بتطلع الصدقه، ودي طبيعه الانسان عشان الانسان بيتعلق بفلوسه وبيتعلق بالحاجات اللي بيحبها، فانت ممكن تطلع صدقه وتدعي بالتغيير في يوم عرفه، وان شاء الله اكيد مستجابه. صدقة، ليه اسمها صدقة؟ عشان بتدل على صدق حبك لربنا. الصدقة مش بس فلوس، الصدقة حاجات كتير قوي. ممكن صدقة علم زي اللي انا بقولها لك دلوقتي، معلومة انا عرفتها فانا بطلعها. ممكن انا تعبت فيها قوي وخدت فيها وقت، وخدت وقت في التحضير ووقت في التصوير ونفصل عشان انت تاخدها حضرتك على الجاهز، والله ما تغلى عليك، ايه المشكلة؟ كورس خدته بآلاف كده بفلوس كتير قوي، وقررت ان انا اعمل محاضره مجانيه، او ان انا اطلع العلم ده للناس اللي حواليا، او ان انا اكون نسخه احسن من نفسي، فبالتالي احسن من البيئه اللي حواليا. فدي صدقه علم. من وقتي. يمكن انا اغلى حاجه عندي وقتي، اغلى من فلوس واغلى من اي حاجه، فانا معرفش اطلع وقتي الا في حاجه تكون تستاهل. فلو انا انفقت من وقتي ده على حد محتاج مني نصيحه، او ان هو يكون احسن في حاجه، وانا اديته من وقتي، فدي صدقه وقتي. من نفسيتي. من الانسان ممكن يتصدق في اشكال كتير للصدقه. انا لو حد باقي عليه في علاقه معايا، فممكن حد ده يكون عنده طابع عصبي او حاجه، فانا عندي طريقتين احل بيهم المشكله دي. يا اما ان انا باقي على العلاقه دي، فانا مثلا هو قال لي كلمه ضايقتني، فانا مش ضعيفه، بس انا اقدر ان انا خلاص يا عم انت براحتك، قول اللي انت عايزه وانا اعديها لك المره دي. انا تصدقت من كرامتي او من نفسيتي، وسماحي ليه بانه قال الكلمه دي، عشان انا باقي على العلاقه دي ورصيدها باقي. في ممكن لو انا مش باقي على العلاقه ديت، فانا ممكن اتصدق بان انا معلقش خالص وكأن ما حصلش. برضو يبقى انا تصدقت في الوقت ده. انا مش حكايه ضعف، بس هي حكايه القوه اصلا في التحكم، في انك تقدر تتحكم في اعصابك. في طبعا علاقات كتير بيبقى الصدقه فيها ان انت يعني تاخد حقك بطريقه واضحه وصريحه وقويه. نرجع تاني لموضوع الصدقه. يبقى صدقة علم، صدقة فلوس، صدقة أشكال كتيرة قوي. لا ينال الله لحومها ولا جلدها، ولكن يناله التقوى منكم. ربنا مش محتاج الصدقة في حاجة، انت بس عشان هو مش محتاج فتثبت له صدق حبك في انك تعمل كده مع عباده، مش مع هو، لان هو الغني الحميد مش محتاج اي حاجه. صراحه احنا بنعمل ذنوب كتير قوي، منها اللي بنفتكره ومنها اللي ما بنفتكروش، ومنها حاجات مش شرط نكون احنا شربنا خمر ولا عملنا حاجه كبائر. حاجات زي الغيبه، زي الكذب، كل دي من الكبائر بس احنا ما بنحسبهاش. الصدقة، أنا سمعت حديث معناه إنه كأن في واحد طلعوا عليه ناس زي الحراميين يعني، فهم هيذبحوه، فهو اشترى نفسه بكل اللي معاه. قال لهم لا يا جماعة، اشتري نفسي بكل اللي معاه. والصدقة بتعمل كده، بتحررك من كل الذنوب اللي انت فاكرها او مش فاكرها، عملتها بقصد او من غير قصد. الكبائر والصغيرة وحاجات كتير. وكمان بتعمل حاجة جميلة قوي، ان هي بتعمل عندك التخلي، الترك، ان انت تقدر تتخلى عن حاجة بتحبها. دي بتخليك انت قوي جدا. وفي نصيحة مني، ان ممكن تعمل جزء من دخلك الشهري او اليومي حسب شغلك او مهنتك، بتاخد الاجر فيها يومي او شهري، جزء مخصص من مصروف من فلوسك لله، زي 5% مثلا او 10%، على حسب مقدرتك وعلى حسب ما تقدر. وطبعا خلينا فاكرين انه ما نقص ماله من صدقة. سمعت الدكتور نيازي سلام، لو حد عارفه، اللي هو مؤسس بنك الطعام المصري. انا انبهرت. انا كنت فاكره بقى ان الواحد يعني يعني عارف كده ان الصدقه كده ما شاء الله كويس فيها ولا حاجه، لا طلع واحد ولا اي حاجه. فقال ان اكتر وسيله للتحويش
انك تحوش فلوسك، هو بيحول الاسهم بتاعته لفوق، عمل كده على طول، بحول الاسهم بتاعتي لفوق. فان هو بياخد 5% بس من دخله، وبيطلع لربنا 95%. انت متخيل احنا فين؟ احنا بعيد. فان ربنا بيبارك له في ال5% دي قد ال95. صدق رسول الله بقيت كلها وذهب الكتف. لما ستنا عائشة قالت له على الشاه اللي كانوا ذابحينها وطلعتها كلها وفضل الكتف بس، فبيسألها يعني على الأكل وكده، معنى طبعا الكلام عشان بس ما حدش يمسك الحديث. فقالت له انه بقيت كلها، ان احنا طلعنا كلها وما فيش الا الكتف. قال لها لا بالعكس، معنى الكلام انه كلها بقيت الا الكتف اللي احنا هناكلها، عشان ما نقص مال من صدقه. ما فيش صدقه بتنقص مال ابدا، عن يقين وعن تجربه. النهارده يوم عظيم، تصدق من كل من اللي عندك. ما عندكش فلوس، ممكن تطلع من هدومك اللي انت في الشتاء هتغسلها، او في الصيف ممكن تحتاجها وبقالها سنتين ما اتلبستش، مش هتتلبس خلاص، مش هتتلبس، في غيرك محتاجها قوي. تصدق من نفسيتك، من وقتك، حتى ابتسامتك العسل دي في وش اخوك صدقه. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، انك تبتسم. ف انا بحب قوي عباده الصدقه، لان هي بتعلمنا وبتأدبنا وبتربينا وبتفك بتفك اسرنا من نفسنا ومن ذنوبنا في نفس الوقت. فكل سنه وانتم طيبين، تصدقوا، ادعوا كتير، ربنا يرفع عنا ويقبل منا كلنا. بقول لك صحيح نسيت، هناك مفيش تكييفات. كل انسان يبعث في ظل صدقته. هنتروق والله، هنتروق بما يرضي الله. ف روق كده، انت مسنود من ملك الملوك، تصدق وما تخافش. انفق بلالا ولا تخف من ذي العرش اقلالا. في ناس في التفسير قالوا ان هي سيدنا بلال، وفي ناس قالوا بلالا، يعني قول لنفسك لا وطلع وما تخافش. وكل سنه وانتم طيبين.